ما أجمل الفحش والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله. الصدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. ايه يا عمو؟ الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ كتبت في ده يعني. ايه فاكريني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى على الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها اللمبي، تبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء. خسر هند، وخسر الكنز، وخسر مهابته بين الناس، وفضيحتاه. صهن يا امرأة، صهن. اللات والعزى لن أترك ثأري أبداً. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي، ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب، وسيعرف سر الكنز منذ أن نزل المدينة، وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن نقتله قبل أن نعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مقلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلاً بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم، وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ويحك يا لمبي، فزت بالكنز وبعرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون. يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي.
يا ابو منى، عقبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. مبروك يا ليك. عمال بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منا، وساعتها هتتفرج على الذبايح. ايه يا رجاله منورين. ايه الله يخليك الله يخليك يا حاجه هريسه. ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ ايه الفرح الناشف ده؟ إني أحقد عليك، لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. انا مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام. انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولوا حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والآن مع نزال السيوف احتفالا بعرس اللمبي. يا عم هريسه، ما كنت تخلص الناس دي، ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مزق مزق. قتله. يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وأفراحنا يا لمبي، ويجب أن يكون هناك قتلى. قتلة؟ نعم قتلى. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس، تبقى قبيله الجمال. بخن بخن، مباركا يا لمبي، مبارك يا لمبي. مبارك يا لمبي، مبارك يا لمبي. مبارك يا لمبي، مبارك يا لمبي. مبارك يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه؟ انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو لهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنته هند الآن. الان فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده؟ الجمل بيلاقوا له ذروه عشان يخش فيها، انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا لسه مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. لا
انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها، وابقى عريس، اللي يبقى عريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. للأسف هند عروس. انت سهل ان انت تبقى عروسه، انما انا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس، اوجب وامشي كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه وهم قاعدين في قلب الكوسه واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه النفسيه يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج جوه في الحته دي يعني من عندك يعني بعبعي، يعني انت بعبعي ماذا تريدين ان تبعبعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما انا قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده انا لو همتحن عربي مش هسمع الكلام اللغة العربية ده كله. أنا أريد إن أنا أتزوجك، ألعب معاكي عريس وعروسة. فهمتك. أيوه. ولكن هناك شروط. أنا فاهم دي. كله بيحب أوي ده النور والمشاعل دي، النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة ده أبو خيرت. يا ستي إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي منحس الليله. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. ايوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. ايوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم. على اساس ان هي بتنقل نهائي كاس العالم. وأمها. عيطي وأمها. ايوه عيطي كده ويسمعوا ان في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بت اهدي يا بت، اهدي انا هقول لك على حاجه. بصي يا بت، يجب ان انت تهبي عليا وانا اهب عليكي. لما احنا الاثنين نهب على بعض فهتلاقي هباب حصل، فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامة. عدتني من سلامك انت امشي بقى. واحد ده ليله عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه ماشي، هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي والآن أغمض عينيك يا لمبي. اهو. تعال تعال. انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن ايوه افتح عينيك. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسه مول؟
وما هو المول يا لمبي؟ المولد ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى أقدم لك هريسة الصرم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة، ايوه دي بقى اكيد دي للميداليه بتاعت المفتاح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عباره عن حمير حديديه في البلد عندنا. أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. ايوه إن أردت أن تعبدها فاعبدها، ايوه. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوه احسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عباره عن بسكويت بالعجوه ناكله أجل. شطائر من الحجارة، بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل. أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين، ايوه. وأصنام بالعاج، أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحك في هذا؟ الضحك في هذا لان دي اصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. امال ايه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في ذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبد العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة؟ لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل، فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي، أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على إفعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي، أنا لست أول من يعبدها، فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا عم أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو، أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر. ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ ده أنا بلعب معاك، ده عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حمزة. أنت ما تعرفش. أنا مش هاجي غير على الكبير الأهبل اللي فيهم ده. أهو يا عم. احذر يا لمبي، احذر يا ولد الناس، احذر. إنني أتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا. أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزى. في ايه يا عم؟ مالكوا ايها الكفار الملاديع؟ إنه يسبنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا،
عليكم بهريسة فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وانا اضم صوتي الى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز اعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم ايدك. عمو الشاهد طيب. الشاهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الشاهد اشهد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. جدي أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي مفيش كلمه خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده وقعدي افركي بنفسك. مستكيفه انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي بقول لك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو؟ يا قوم! هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ آخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في الكلاوي. لا عماه. قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المفرق الاخير؟ حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزع الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ ايوه كده حاسسين ان انت مراتي وخايفه على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن
لن أتركك، لن أعرف مكانك. انت بقى أريد عايز ايه؟ ميه؟ هات كوبايه ميه. سأحضر القربة. الكربة انت هتسقي جمل بقول الكوبايه. وما هي الكوباية؟ يا عم انت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات، ده انت مسافر دلوقتي يعني هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكل. أريد ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده سودة. أريد ايوه أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني اخلص بقى. ايه؟ ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 ماذا؟ مش بنت العلامة خلاص الكنز. العلامة سكن الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا يا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكاننا وفاشا، إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر وبجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن لكم ذهب وألماس وياقوت خش جوه. هيا واقفين ليه بقى دلوقتي؟ ديانا اجري بس اجري بقى. يا إلهي يا إلهي، لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. تبا تبا، ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان، لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. اخرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي. هل رأيت رجلا مسرعا مر من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي. هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قول سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده.
إذا اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أكثركم وثاقة. إنه رجل أبله وهكذا زوجته. هيا بنا نبحث. هيا يا رجال. جبتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ إيه. دهائك. أعطيني قبلة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحس والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواه. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح ده هو